يسعد مساكم يا أمارات. أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. صينية العظمة دي هنعملها مع بعض دلوقتي، بس قبل ما نبدأ على طول دوسي لايك وشير وسبسكرايب. مكوناتنا بقى النهاردة سمك السردين. يا ما أحلى السمك، عامة كل الأسماك بعشقها جدا، بحب أدخل المطبخ أشتغل عليها، حاجة كده يعني إيه يعني زي الفن كده اللي أنا بحبه، ولا يمكن عشان اسكندرانية بحب البحر، مش عارف، بس عايزة أقول لكم أكيد كلكم بتحبوا الأسماك. بصوا بقى، عندي سمك سردين، وعندي جبت فلفل وجزر، راس توم كاملة، وشرايح من الليمون، نص كوباية من الزيت، ونص كوباية من الليمون، عصير الليمون طبعا، هي سوري أنا مكنتش ضايفاه. عندي بصل بودرة، بصل توم بودرة، كلها معالق صغيرة، طبعا كمون حلو قوي، ومعلقة كبيرة من الكزبرة. أول حاجة هجيب بولة وهنزل بيه التوم المفروم، هنزل عليه بالكمون والكزبرة، كل المكونات ما عدا شرايح الليمون والشرايح الفلفل اللي هضيفها برضه. دي بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة اللي احنا بقى ايه هنحط فيها السردين. هجيب بولة اكبر لان التانية كانت صغنطوطة قوي، وهنزل بيه الخلطة اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي. هجيب بقى سمك السردين، وعارفين بقى ايه يعني هغرقه بقى الخلطة بتاعتنا دي. بعد كده هجيب الصينية اللي هخبز فيها السردين، ومعلقة كده صغيرة وهحطها، وبعد كده هنزل بيه السردين بالترتيب بقى كده 10 دقايق، والصينية تكون خالصة ومتاكلة، يعني بجد حقيقي طعمه حلو جدا، جربوه وصدقوني مش هتندموا خالص. وإن شاء الله كده أشوفكم على خير في فيديو جديد. يلا باي باي.